اللي باع ابن الحلال مصيره يقع في ولاد الحرام. الدنيا ماشية في الغلط وكبرها بقى فصيح اللسان. أما العاقل الحكيم ما عادش ليه مكان. وانا طالع من اوضة العمليات وبتألم قابلني راجل كبير في السن والكل بيقول عليه مجنون، محدش معاه يتكلم. بس المجنون بالحكمة دي عمره ما هيتكلم. قال لي يا ابني هنصحك نصيحة، ولو ما عجبتكش اعتبرني ما كنتش معاك بتكلم. قال لي يا ابني الدنيا دي ما عادش فيها امان، فيها تكذب الصادق وتصدق الخوان، وضاعت ولاد الاصول وما عادش ناس جدعان. الكل بقى كبير الجنيه والاصل ما عادش حد بقى يدور عليه، والكرامة بقت تحت الجزم والكل داس عليها، والناس بقت زي الرمم أتفه حاجة بتدور عليها. الكل بقى يجري ورا المال والنسوان، ونسيوا إن جهنم 1000 سنة حتى احمرت و1000 سنة حتى سودت. وغير كده كمان الإخوان بقوا يكرهوا بعض، والبيوت بقى فيها مشاكل أكتر من المحبة والحنان. وأنا بقول وقالوا على العاقل مجنون، محدش ياخد منه الكلام. فاخص عليك يا دنيا واخص عليك يا زمان، انقلب الميزان في ثانية وانداس على اولاد الاصول والجدعان.